طلاب الفرقة التانية عاملين ايه؟ معاكم حسن أشرف. ان شاء الله في الفيديو ده هنتكلم عن اول درس عندنا في منهج الرياضة المالية، وهو درس الفايدة والجملة. قبل ما نتكلم عن الدرس عاوز اقولك ان منهج الرياضة بتاعك منقسم جزئين: جزء فايدة بسيطة وجزء فايدة مركبة. والله الدكتورة شرحت 5 فصول بسيطة، وداخلة في ال5 مركبة، يعني عندك 10 فصول مكررين عليك لغاية دلوقتي. أنا مش عاوزك تشغل بالك بده كله، أنا عاوزك تشغل بالك بأول فصل معانا النهاردة. هنتكلم عن حاجة اسمها الفايدة والجملة. يعني ايه فايدة ويعني ايه جملة؟ والله تعالى اديك مثال بسيط وكأنك أبيض خالص ما عندكش أي معلومات في الحياة. تعالى، والله هنا عندي شخص، الراجل ده غني. شخص كده على قد غني، معاه 1000 جنيه. فالراجل ده حاطط الفلوس في البيت، قالك بدل ما انا حاططها في البيت كده انا عاوز اشغلها وتجيب لي فلوس. فقام واخد الفلوس دي ال1000 جنيه وطلع بيها فين؟ على البنك. البنك قال له انت راجل غني جدا، هات ال1000 جنيه ده هشغلها لك واديك عليها ايه؟ هيديني عليها معدل فايدة. البنك قال لي هديك معدل فايدة وليكن 10%. فالبنك سألني سؤال، قال لي انت عاوز تخلي الفلوس ده قد ايه؟ هل هي انت عاوزها سنة ولا سنتين ولا 3؟ فسألني سؤال وانا رديت عليه، قلت له والله انا عاوز اسيب الفلوس ده عندك سنة، فالسنة دي بنسميها مدة. انا عاوزك بقى نستنتج من الرسمة دي كلها حاجة اسمها قانون الفايدة. قانون الفايدة عبارة عن ايه؟ ال1000 جنيه دي اللي الراجل معاه الفلوس عبارة عن ايه؟ عبارة عن مبلغ مضروب في ايه؟ المعدل الفايدة اللي هو مديهولي مضروب في ايه؟ معدل. لما سألني قال لي انت عاوز تحط فلوس قد ايه، فبنسميها مدة. يبقى قانون الفايدة بيساوي مبلغ في معدل في مدة. مبلغ في معدل في مدة. في اي مشكلة في قانون الفايدة؟ ده رقم واحد في الفصل. عرفت ان هو قانون الفايدة بيساوي مبلغ في معدل في مدة. والله القانون ده بنختصره لحروف، يعني الفايدة بنختصرها لحرف الف، والمبلغ بنختصره لحرف ألف، والمعدل بنختصره لعين، والمدة بنختصرها لنون. تبقى ف بتساوي ألف في عين في نون. ف بتساوي ألف في عين في نون. وألف يعني مبلغ، وعين يعني معدل، النون يعني مدة. في أي مشكلة في الكلام ده؟ مفيش أي مشكلة خالص. يبقى عرفت إن قانون الفايدة بيساوي مبلغ في معدل في مدة. بختصره الف بتساوي ألف في عين في نون. تيجي بقى نحطها في مثلث. قلنا الف بتساوي ألف في عين في نون. يجي بقى في الامتحان يسألنا على الجزئية دي ازاي؟ هقول لك يسألك ازاي. يجي يقول لك اوجد مبلغ ما، او معدل ما، او مدة ما. هيديني مجهول من التلاتة دولك ويقول لي انا عاوزه. اول ما تشوف مجهول من التلاتة دولك كلمة مبلغ ما او معدل ما او مدة ما، هقول له ستوب. ده انا هرسم لك المثلث. هرسم المثلث واطبق قاعدة اللي عاوزه خبيه. يعني عاوز المبلغ اخبي المبلغ، هتبقى ف على عين في نون. طب عاوز المعدل، هتبقى ف على ألف في نون. طب لو عاوز النون، تبقى ف على ألف في عين. يبقى أول ما أشوف كلمة مبلغ ما أو معدل ما أو مدة ما، أطبق قاعدة اللي عاوزه خبيه وأرسم له المثلث. فالمثلث بيقول لي ف على ألف في عين في نون. عاوز يا عم الحاج المبلغ، هخبي المبلغ وكأن اللي أنا شايفه تبقى ف على عين في نون. في مشكلة؟ مفيش مشكلة. تيجي ناخد مثال على الحتة دي عشان نرجع نكمل. تعالى ناخد مثال. ادي والله منهج الرياضة عندي، قلنا منقسم حاجتين: فايدة بسيطة وفايدة مركبة. مفيش مشكلة. تعالى نخش. وقلنا قانون الفايدة بيساوي المبلغ في المعدل في المدة. في مشكلة؟ لا. تعالى نحل أول مثال.
أودع شخص مبلغ 80,000 جنيه، وأنا بحل كده أقول له والله المبلغ ده اللي هو ألف ب80,000 في البنك بمعدل فايدة 12%، بمعدل بختصره اللي هي عين. يبقى عرفت إن العين ب12%. اوجد الفايدة المستحقة له في نهاية كام سنة؟ 5. دي مباشرة، ادي ألف طلعتها ب80، وادي العين ب12%، وادي النون ب5، وقلنا الفايدة بتساوي ألف في عين في نون. ادي الألف ب80,000 في 12 على 100 في 5 تطلع معايا ب48,000. دي سهلة جدا، تعال نحل دي. اقترضت إحدى الشركات مبلغ ما. ستوب، ده قال لي مبلغ ما. أروح على طول أقول له من غير ما أكمل المسألة، هرسم المثلث وأقول له ف بتساوي ألف في عين في نون. أنت عاوز إيه بقى؟ قال لي أنت عاوز إيه؟ اقترضت الشركات مبلغ ما، يبقى هو اوريدي كده كده يطلب مني المبلغ، أنا هخبي المبلغ. هتبقى عبارة عن ف على عين في نون، صح كده؟ تعالى نكمل المسألة. في بنك يحسب فايدة بسيطة بمعدل 9%، ادي العين ب9%. وفي نهاية المدة وجد في نهاية السنوات كام سنة؟ 4 سنين. يبقى عوض بقى. ادي عندي العين قال لي ب9% في نهاية 4 سنين. والفايدة مداني بكام؟ الفايدة مدهاني ب1234، يبقى 1234. اروح على طول بالآلة بتاعتي واجيب الناتج يديني المبلغ اللي هو عاوزه. يبقى عرفت اول ما اشوف كلمة مبلغ ما هرسم المثلث، ولما ارسم المثلث فيه على الف في عين في نون. انت عاوز إيه يا عم الحاج؟ مبلغ، يبقى انا اخبي المبلغ، مش شايفك يا عم المبلغ. امال إيه اللي هيعوض لي؟ الفه. ادي الفه مداني ب1234 على المعدل اللي هو 9%. في كام سنة؟ 4 سنين، ادي ال4 سنين. بالآلة بتاعتك وتجيب الناتج. تعالى المثال اللي بعديه. قالك اقترضت إحدى الشركات مبلغ كام؟ 130,000 من بنك يحسب فايدة. يبقى المبلغ مديهوني، يبقى الألف موجودة. بطلع معطياتي كده وأنا بحل. يحسب فايدة بسيطة بمعدل 5%، يبقى العين بتساوي 5%. سنويا. وفي نهاية مدة ما. كلمة مدة ما يعني مثلث. ده الراجل عاوز مثلث يا عم الحاج. اروح ارسم له المثلث بتاعي، بقول له والله ان ف بتساوي الف في عين في نون. انت عاوز النون، انا هخبي النون، يبقى اعوض على طول. اروح ادور على الف على الف في عين. الف بكام؟ الف اهي مديني الرقم 56,789. حلو اهو. اروح احطها اهي. والمعدل بكام؟ ادي 5%. في الالف بكام؟ ادي 130,000. صح. صح. في الآلة بتاعتك وتجيب الناتج. في مشكلة؟ مفيش مشكلة. تعال نكمل. والله تعالى بقى يلا نكمل بقية الفصل. قبل ما اكمل بقية الفصل، احنا قلنا طبعا الفايدة بتساوي، قلنا ان الفايدة بتساوي ألف في عين في نون، صح كده؟ صح. دايما ملحوظة بس قبل ما نشتغل ونكمل بقية الفصل، انا عاوزك تعرف ان المعدل ده بنشتغل عليه دايما سنوي. يجي في الامتحان ويلخفنك يقول لك 5% نصف سنوي، 4% تلت سنوي، 2% ربع سنوي. دايما في قلنا اللي انا بشتغل على المعدل سنويا. دايما بشتغل عليه ايه؟ سنويا. ف5% نصف سنوي كده هشتغل على المعدل 5%، ولا لازم انا احوله لسنوي؟ هحوله لسنوي. النص ده عبارة عن ايه؟ 1/2 اللي هو 2. يبقى بالعقل والمنطق هضرب النص ده، ال5% اسيبها ولا اضربها في 2؟ يبقى اخد ال5% في 2 تديني 10%، ده اللي اشتغل عليه. 4% تلت ثانوي، هاخد ال4% في تلت هضرب فيه 3 تديني 12%. 2% ربع سنوي، لا انا مش هشتغل على ده، انا بشتغل سنوي. يبقى 2% ربع اللي هي 4
يبقى 8%. لو عاوز اتأكد ان انا ماشي صح، نص السنة فيها 5، لما حولتها لسنة ادتني كام؟ 10%. يبقى يجي في الامتحان يضحك عليا يقول لي نص، تلت، ربع. اقول له لا، اقول له انا بشتغل دايما سنوي، بشتغل دايما ايه؟ سنوي. نص اضرب فيه اتنين، تلت اضرب فيه تلاتة، وربع اضرب فيه اربعة. في اي مشكلة؟ مفيش اي مشكلة، كلام كله سهل وجميل. تعالى بعد كده نخش على المدة. والله المدة اللي ربنا خلقها هي 3 حاجات، ما بنعيش اكتر منهم. لا اما بنعيش مدة بالسنوات، لا اما مدة بالشهور، لا اما مدة بالايام. عندي مدة بالسنوات، لا اما مدة بالشهور، لا اما مدة بايه؟ بالايام. والله قانون المدة بالسنوات مفيش اي فيه مشكلة. والله بيقول لي الف مضروبة في العين، اللي احنا قلنا الف يعني مبلغ، وعين يعني معدل، مضروبة في النون، والنون دي اللي هي المدة. وهنا المدة تعني هي مدة بالسنوات، سواء سنة او اتنين او تلاتة، ما عنديش فيها اي مشكلة خالص. اروح احطها في القانون واطلع اجري. يعني مثال، لو قلت لك ان الراجل ده اقترض مثلا مبلغ ب1000 جنيه بمعدل 10% لمدة 3 سنين، حطيت التلاتة، بجيب الناتج بتاعها، خلصت معايا المسألة. عكس الشهور، تعال نشوف في الشهور بتقول ايه. والله الشهور عندي بتقول لي ان هي قانونها، القلم ماله، الشهور قانونها بيقول لي الف في عين في، اكتب نون؟ لا، ما اكتبش نون. ليه؟ لان النون دي بتاعت مدة بالسنوات. امال اكتب ايه يا عم الحاج؟ السنة فيها كام شهر؟ اسأل نفسي سؤال، اقول لي السنة فيها كام شهر؟ هترد عليا وتقول لي ان السنة فيها 12 شهر. والشهور بختصرها الحرف شين، يبقى الف في عين في شين على ال 12 في شين على ال 12. بعرف ازاي بقى ان دي مدة بالشهور؟ والله السنوات بتبقى واضحة، يقول لي سنة، اتنين، تلاتة. امال ازاي يا مستر اعرف ان المدة دي مدة بالشهور؟ اقول لك تعمل ايه. بعرفها من خلال 3 حاجات. اول حاجة، لو الدكتور بيحبك وهيجيبها لك جاهزة، يعني يقول لك 6 شهور، 7 شهور، 8 شهور، ايا يكن نوع الشهور اللي بيديها لك، فبتحطها في القانون وتعوض مباشر. يعني تقول له المبلغ في المعدل في عدد الشهور. لو هو مديك مثلا 6 على 12، بتجيب الناتج. طب لو هو بيرخم شوية، هيقول لك أول أو منتصف أو آخر. مش فاهم؟ تعالى فاهمها لك على جنب. يجي يقول لك اقترض شخص مثلا مبلغ 1000 جنيه بمعدل 10%، واقترضوا امتى يا عم الحاج؟ اقترضوا من منتصف يناير لغاية آخر إبريل. تعرف تحسب لي المدة هنا قد ايه؟ انا شفت كلمة منتصف وشفت كلمة اخر، اقول له المدة دي مدة بالسنوات ولا مدة بالشهور؟ لا، اول ومنتصف اخر يبقى مدة بالشهور. احسب بقى شهور ازاي؟ منتصف يناير، منتصف يعني نص. بعد يناير فبراير، بعد فبراير مارس، بعد مارس ابريل. اخد ابريل ولا اسيبه؟ هاخده، لان قال لي اخر. طب لو قال لي اول، ماخدهوش، مش معايا. يبقى اخر اللي باخده، اول مش باخده. يبقى كام شهر؟ شهر، اتنين، تلاتة ونص. يبقى اقول له ان ش بتساوي 3.5، واقسم واجيب الناتج. في مشكلة في الحتة دي؟ لا. يبقى عرفت ان الشهور بعرفها من حاجتين لغاية دلوقتي، لا اما يدهاني جاهزة، لا اما يقول لي اول او منتصف او اخر. طب ايه تاني؟ تاريخ يوم الايداع هو تاريخ يوم السحب. مش فاهم؟ تعالى افهمها لك. لو انا حطيت فلوس يوم 1/1 وسحبتها يوم 1/4، المدة دي مدة بالسنوات ولا شهور ولا ايام؟ تاريخ يوم الايداع هو تاريخ يوم السحب. هنا يوم 1 وهنا يوم 1، يبقى مدة بالشهور. مدة بالشهور، ما تغلطش وتقول لي ايام. لا، هنا 1 وهنا 1، الراجل حط يوم 1/1 وخدها يوم 1/4، يبقى مدة بالشهور وليست ايام. في مشكلة؟ مفيش مشكلة.
يبقى عندي كام حاجة في الشهور؟ تلاتة. اما يدهاني جاهزة، اما يقول لي اول او منتصف او اخر، اما تاريخ يوم الايداع هو تاريخ يوم السحب. في مشكلة؟ يبقى كده خدنا مدة بالسنوات، مدة بالشهور، فاضل لي ايه بقى؟ المدة بالايام. المدة بالايام بتنقسم حاجتين. والله عندي ت اللي هي فايدة تجارية، لا اما صاد اللي هي فايدة صحيحة. والله الفايدة التجارية قانونها بيقول لي ألف في عين في، أكتب نون ولا أكتب شين؟ لا دي ولا دي. لا، ده أنت هتقول لي يه، ومعنى كلمة يه، معنى كلمة يه أيام. هقسم على إيه بقى؟ الفايدة التجارية كام يوم؟ اوعى تقول لي 65، لا، دايما بنتعامل في الفايدة التجارية كام يوم؟ 360. يبقى قانون الفايدة التجارية ألف، ألف في عين في يه على 360. ألف في عين في يه على 360. في أي مشكلة؟ مفيش. فقلنا الفايدة التجارية بتساوي ألف في عين في يه على 360، وعرفنا إن يه عبارة عن فايدة بالأيام. طب الفايدة الصحيحة بقى بتساوي ايه؟ والله ألف في عين في، بس هقسم على ايه بقى؟ هقسم على 360. هقسم على حاجتين، 365 او 366. يبقى هقسم على كام حاجة؟ حاجتين، لا اما 65 لا اما 66. انا هسأل نفسي سؤال وانا في الامتحان، انت هتقول لي ازاي اقسم مرة، ازاي اقسم على 65 او 66؟ يعني انا لو فرحان اقسم على 65، ولو انا زعلان اقسم على 66 مثلا؟ لا، ده 65 دي لو سنة بسيطة، 66 دي لو سنة كبيسة. يبقى الفايدة الصحيحة فيها حاجتين، لا اما اقسم على 65 لا اما اقسم على 66. 65 لو فايدة بسيطة، 66 لو فايدة لو سنة كبيسة، سوري. تعالى بقى ازاي اعرف نوع السنة؟ انت قلت لي يا عم الحاج ان انت هتقسم على 65 او 66، طب قول لي ازاي اعرفها. تعالى اقول لك ازاي اعرف نوع السنة. طب لو انت طالب قاعد بتتفرج عليا، في انت في مواليد 2000 مثلا، السنة اللي انت مواليد فيها 2000 مثلا واحد، لسه اندر ايدج، اعرف ازاي اللي انت سنة كبيسة ولا سنة بسيطة؟ هتاخد السنة اللي موجودة في التمرين، وليكن نفترض اللي هي 2001، اقسمها على 4، واربعة دي رقم ثابت. يبقى اعرف ازاي نوع السنة؟ اخد السنة اللي معايا في التمرين واقسمها على 4، والاربعة دي رقم ثابت. لما تقسم على الآلة هيديني حاجتين على الآلة ملهمش تالت. هيديني ايه؟ هيديني حاجتين، والله لا اما يديني رقم صحيح اللي هو مثلا زي 3 4 علامة 5 ايا يكن، ده رقم صحيح، فبالتالي السنة دي هتكون سنة ايه؟ كبيسة. يبقى ازاي اعرف نوع السنة؟ ادهي نوع السنة 2001 مثلا، وليكن السنة اللي عندي بقسمها على الاربعة، فالاربعة ده رقم ثابت، هيديني على الآلة حاجتين، هيديني يا اما رقم صحيح زي مثلا ده، فالتالي هتكون السنة سنة كبيسة. طب لو اداني كسور اللي هي بسط على مقام، تبقى سنة بسيطة. يبقى ازاي اعرف نوع السنة؟ اخد السنة الموجودة في التمرين واقسمها على الاربعة، والاربعة دي رقم ثابت، ما تسألنيش جه منين. فبالتالي لما اقسم على الاربعة الآلة هتديني الناتجين، لا اما تديني مرة رقم صحيح، فبالتالي دي هتكون سنة كبيسة، لا اما تديني كسور اللي هي بسط على مقام، فبالتالي دي هتكون سنة بسيط. في مشكلة؟ مفيش مشكلة. تعال نصغر سنة ونقول نعيد اللي احنا قلنا تاني. مراجعة سريعة، احنا قلنا المدة فيها كام حاجة؟ تلاتة بقى، يلا سمع. مدة بالسنوات، مدة بالشهور، مدة بالأيام. سنوات قانونها عبارة عن ألف في عين في نون، والنون دي سنين، يعني سنة 2 3. أحطها في القانون وراح على الآلة على طول، مفيهاش أي مشكلة خالص. طب بالشهور، ألف في عين في شين على ال 12.
لا اما اعرف ازاي الشهور من 3 حاجات، لا اما يدهني جاهزة احط الشهور على عدد الشهور واطلع اقسم على الآلة بسرعة، او من كلمة اول او منتصف او اخر، او من تاريخ يوم الايداع هو تاريخ يوم السحب. طب لو المدة بالايام اعرفها منين؟ من حاجتين، لا اما عندي فايدة تجارية لا اما فايدة صحيحة. الفايدة التجارية بتساوي ايه؟ ألف في عين فيه على 360. فايدة صحيحة ألف في عين فيه على 365 أو 66. 65 لو سنة، بسيطة. 66 لو سنة كبيسة. ازاي اعرف نوع السنة؟ هتاخد السنة اللي هي موجود عندك في التمرين، يعني 2001 او 2015، ايا يكن نوع السنة الموجودة عندك، وتقسمها على الاربعة. ولما تقسم على الاربعة يديك حاجتين، يا اما يديك رقم صحيح فبالتالي السنة دي سنة كبيسة، او يديني كسور اللي هي بسط على مقام فبالتالي هتبقى سنة بسيطة. في اي مشكلة؟ لا. ازاي اعرف الايام؟ اه خط دي خط وحش. في الايام هيديك حاجتين، يا اما يديها لك جاهزة لا اما يديها لك بين تاريخين. يعني يديك 200 يوم او 300 يوم او 400 يوم، فتاخد عدد الايام وتقسمها، سواء هي قال لك فايده تجاريه او قال لك فايده صحيحه. طب لو افتراضا ما حددليش في المساله، دايما بشتغل على التجاريه. يبقى دايما بشتغل على ايه؟ على التجاريه. لو ما حددليش يبقى بشتغل على التجاريه اللي هي بقسم على 360 يوم. يبقى مرة يدهاني جاهزة أو يدهاني بين تاريخين. طب لو ادالك بين تاريخين تعرف تجيب لي؟ يعني مثلا لو قلت لك 15/3 لغاية 15، لأ، لغاية مثلا 10/4 أو 10/5 مثلا، كام يوم؟ لها قانون بسيط ألفتهولك، قوس جواه ناقص نزل باقي نزل آخر، نزل باقي نزل آخر. من 15/3 لغاية 10/5 أعرف كام يوم؟ لها قانون بسيط بين تاريخين، قوس جواه ناقص نزل باقي نزل آخر. آخر اللي هي كام هنا؟ 10. أدي نزلتها. وهنا القوس اللي جواه ده أحط فيه إيه؟ تاريخ يوم الإيداع اللي هو 15. عدد أيام الشهر، عدد أيام شهر 3 كام؟ أنت طالب فاشل مش حافظ الشهور، تعال حفظها لك بس بعد ما ناخد الشهور. شهر 3 في كام يوم؟ 31 يوم. يبقى 15 ناقص 31. انزل باقي إيه بعد شهر 3؟ ايه؟ شهر 4 كام يوم؟ 30. بعد 4 ايه؟ 5. اوعى تقول لي بقى 5 31، لا احنا هننزل الاخر اللي احنا نزلناه بكام؟ ب10. نجمع 10 زائد 30 40 زائد 16، يعني تديني 56 يوم. جبت عدد الايام احطها على اليه مثلا. لو قال لي فايدة تجارية يبقى له 56 يوم على 360 واجيب الناتج. في مشكلة؟ لا. تعالى ناخد واحدة كمان. لو قلت لك 10/5 او 10/3 لغاية 20/6 كام يوم؟ هتقول لي قوس جواه ناقص نزل باقي نزل اخر. القوس اللي جواه ناقص احط فيه ايه؟ تاريخ يوم الايداع اللي هو 10. عدد أيام الشهر اللي هو 31 يوم. بعد شهر 3 شهر 4 30. بعد شهر 4 5 31. بعد 5 أنزل الآخر اللي هي كام؟ 20/6. متقوليش بقى شهر 6 30 يوم، لأ ده 20/6. وأجمع كله بالآلة تديني عدد الأيام. فاهم مشكلة؟ لأ. تعالى بقى أقولك الشهور، ورقة وقلم بقى واحفظ الشهور معايا. يناير، فبراير، مارس، ابريل، مايو، يونيو، يوليو، اغسطس، سبتمبر، اكتوبر، نوفمبر، ديسمبر. يبقى يناير فبراير مارس ابريل مايو يونيو جوز يوليو خلف واد اسمه اغسطس، سبتمبر اكتوبر نوفمبر ديسمبر. عدد الايام بقى، يناير كام يوم؟ 31. فبراير على حسب السنة 28 او 9.
مارس 31 ابريل 30 مايو 31 يونيو 30 يوليو 31 أغسطس 31 سبتمبر 30 أكتوبر 31 نوفمبر 30 ديسمبر 31. أنا عاوز أتأكد إن أنا ماشي صح. ديسمبر انتهى معايا بكام؟ ب31، ويناير مبتدي بكام؟ ب31. يبقى بعد كده أنا كده ماشي صح. يبقى يناير فبراير مارس إبريل مايو لغاية كده ما بتلخفنش. اللي بيلخفن يونيو اتجوز يوليو وخلف واد اسمه اغسطس سبتمبر اكتوبر نوفمبر ديسمبر. يناير كام يوم؟ 31. فبراير 28 او 29. 28 دي لو سنة بسيطة، 29 دي لو سنة كبيسة. مارس 31 ابريل 30 مايو 31 يونيو 30 يوليو 31 اغسطس 31 سبتمبر 30 اكتوبر 31 نوفمبر 30 ديسمبر. يبقى عاوزك تقول لي ان كل الشهور اللي ربنا خلقها لا اما 1 ل30 يوم لا اما 30 يوم، ما عدا فبراير 28 او 29 يوم، صح؟ شهر 2. 28 دي لو سنة بسيطة، 29 دي لو سنة كبيسة. ويوليو واغسطس الاتنين دايما بيجوا 31. الواد وابوه بيجي ورا بعضهم 31 يوم. الواد وابوه بيجي دايما 31 يوم. في مشكلة في اللي احنا قلناه؟ مفيش مشكلة. تيجي نحل بقى تمارين المحاضرة اللي الدكتورة اديتها في المحاضرة، ونحل امتحان الميد ترم. يلا تعالى يا شباب نحل تمارين محاضرة الدكتورة في المحاضرة. تعالى ناخد أول تمرين. مثال 1. اقترض تاجر 25,000 جنيه. ستوب، وانا بحل بقى كده واحدة واحدة في الرياضة. اقترض تاجر مبلغ كام؟ 25,000 جنيه. فراح اقول له كده في الورقة بتاعتي اللي انا بحل، اقول له ان الالف بتساوي 25,000، صح كده؟ بيجي بعدها ايه؟ العين اللي هي المعدل. ابص على المعدل، قال لي بمعدل فايدة 12%. قال لي ان معدل 12%. بعد كده بقى بروح اطلع لا اما نون لا اما شين لا اما ايه، على حسب. تعال نشوف المسألة بتتكلم عن ايه. قال لك في منتصف يناير من احد البنوك التي تحسب بمعدل فايدة 12%، احسب الفايدة والجملة في اخر يوليو. انا شفت منتصف وشفت اخر، منتصف واخر، منتصف واخر. يبقى المدة هنا مدة بالسنوات اللي هي نون ولا شين ولا ايه؟ ولا هي نون ولا هي ايه. يبقى المدة بايه بقى؟ المدة بالشهور. كده انا عاوز الشين. عاوز ايه بقى يا عم الحاج انت؟ قال لي انا عاوز احسب الفايدة. والله قلت له ان الفايدة بتساوي الف في عين زي ما احنا حافظين في نون. بس هنا بقى مش هكتب نون، هنا هكتب ايه؟ هكتب شين على ال12. ليه يا عم؟ لان هي شهور. الف الف بكام؟ اعوض 25,000. المعدل 12%. في الشين انا لسه مش جايبها مش عارفها، فاقسم على ال12. اروح احسب بقى. الراجل قال لي من منتصف يناير لغاية اخر يوليو. احسب ازاي بقى؟ منتصف يناير يعني نص يناير، بعد يناير فبراير مارس ابريل مايو يونيو يوليو. هاخد يوليو ولا اسيبه؟ هاخده لان قال لي اخر. تعالى نعد مع بعضنا. ادي نص، سيبك منه دلوقتي. ادي 1 2 3 4 5 6 ونص. يبقى الشين عندي بتساوي 6 ونص. بحل كده في الامتحان، اروح اقول له انا جبت لك الشين بتساوي 6 ونص. اضرب 25,000 في 12 على 100 في 6 ونص على 12، اديتني الناتج في الآلة ب1625. 1625. عاوز بعد كده حاجة اسمها الجملة. الجملة دي انا مشرحتلكش، بس تعالى اقولها لك في كلمتين. الجملة اللي هي بختصرها الجيم بتساوي ألف زائد ف، والألف أنا بقول عليه مبلغ والف فايدة، والجيم جملة. تبقى الجملة بتساوي مبلغ زائد فايدة. كلمتين في اللذيذ. الجملة بتساوي مبلغ زائد فايدة اللي هي ألف زائد ف. أنا عندك هنا ألف بكام؟ في المسألة الألف جايبة بكام؟ ب25,000 جنيه. ادي ألف بتساوي
25,000 جنيه، زائد الفايدة اللي انت لسه مطلعها بكام، 1625. بالآلة بتاعتك مجموعهم هيديك الناتج. في مشكلة؟ مفيش مشكلة. تيجي نحسب اللي بعديها. أودع شخص يوم 15 فبراير. أودع شخص يوم 15 فبراير. الراجل حط يوم 15 فبراير اهي، باجي على جنب، فبراير دي اللي شهر 2. حط حط ايه بقى؟ حط فلوس في 2015 مبلغ 20,000 جنيه، ادي الألف بيساوي 20,000 جنيه. يجي بعدها المعدل بمعدل 6% نصف سنوي. 6% نصف سنوي. اكتب ال6%، ولا اقول له ان ال6% دي والراجل قال لي نص سنوي، يعني احولها لسنة اضربها النص في كام؟ 2. يعني هشتغل على المعدل 12%. ده اللي هشتغل عليه وانا بحل كده. بعد كده فاضل اللي انا اطلع ايه بقى، الشين او العين او النون. انا هنا ايه بقى؟ الراجل هيرجع الفلوس يوم 25 اغسطس. 25/8. عاوز احسب الفايدة التجارية والفايدة الصحيحة. تعالى، مفيش مشكلة. بسأل نفسي سؤال، انا شغال على شهور ولا سنين ولا ايام؟ 15 ل 25، هل التاريخين زي بعضهم؟ لا. يبقى دي مدة بالايام. يعني ايه؟ عاوز الفايدة التجارية. قلنا الفايدة التجارية بتساوي ألف في عين في ي على 360. ألف ب20,000 جنيه، في المعدل ب12 على 100، في اليه على 360. مش عارف اليه، تعالى اجيبها على جنب. الراجل خد فلوس من 15/2، هيرجعها يوم 25/8، أو حط فلوس وهياخدها يوم 25/8. قلنا المدة، لو عاوز مدة بالأيام بجيبها ازاي؟ قوس جواه ناقص، نزل الباقي، نزل آخر. القوس اللي جواه ناقص نزل ايه؟ نزل تاريخ يوم الإيداع 15 وشهر 2 بقى على حسب السنة. السنة كان هناك كام؟ 2015. أقسمها على 4، هتديني لا إما رقم صحيح لا إما بسط على مقام. فلما تقسمها هتديك كسور. فدي سنة بسيطة، وسنة بسيطة شهر 2 فيها بكام؟ ب28 يوم. في مشكلة؟ مفيش مشكلة. يبقى 15 ناقص 28 بعد شهر 2 ايه؟ شهر 3 31 يوم، شهر 4 30، شهر 5 31، شهر 6 30، شهر 7 31، شهر 8. انا وصلت ل8 اللي هي كام؟ 25. تنزل زي ما هي بالآلة بتاعتك وتجيب ال الرقم. هتطلع لك حوالي كام؟ 191 يوم. 191 يوم. فانت بالآلة بتاعتك تجمعها وتجيب لي الناتج. طب لو انا عاوز الفايدة الصحيحة، انت لسه جايب ان 2015 قلنا هي عبارة عن سنة بسيطة، والسنة البسيطة في الفايدة الصحيحة بقسم على 65 ولا 66؟ انا رجعت قلت لك 65 صح. فانا هشيل كل القانون اللي انا جايبه سهل اهو. ما اعملش حاجة تاني غير ان انا اشيل ال 360 من على الآلة واكتب 365 عشان اختصر. مرة تديلك على 360 هتديلك ناتج، ومرة على 65 هتديلك الناتج. في مشكلة؟ مفيش أي مشكلة خالص. تعالى بقى نحل تمرين. في فكرة كده بسيطة وجت في الميد تيرم لانطلاب انتظام. تعالى نحلها. تعالى نحل، نقرا السؤال مع بعض. اقترض شخص مبلغ 10,000 جنيه. فأنا بطلع معطياتي وأقول له إن الألف بتساوي 10,000 جنيه. بيجي بعديها المعدل زي ما أنا بحل. من أحد البنوك يوم 15/2 وقام بسداد هذا القرض في تاريخ معين، حيث أن الفوائد أنا عاوز المعدل 15%. أنا عاوز المعدل كام؟ 15%. آدي المعدل 15%. نكمل. عاوز مدة القرض وتاريخ سداد القرض. الراجل عاوز مدة القرض وتاريخ سداد القرض. طب أنا عاوز أطلع عين أو شين أو نون. طب تعالى نشوفها. قالك الراجل خد فلوس يوم 15/2. خد يوم 15/2، هيرجعها امتى؟ ده اللي انا عاوزه. طب الفوائد بتاعتي بكام يا عم الحاج؟ قالك ان الفوائد المستحقة 416 علامة 4 6. الفوائد بتساوي 416 علامة 6 6.
مدينيش حاجة تاني. تعالى بقى نحلها مع بعضنا. عاوز الراجل ايه بقى؟ واحدة واحدة. عاوز مدة القرض. هي اصلا القانون بتاع الفايدة التجارية بيساوي ايه؟ ف ت بتساوي ايه؟ الف في عين في على 360، صح كده؟ صح. ف ت مداني هنا بكام؟ احنا قلنا لو محددليش في المسألة بشتغل دايما على الفايدة التجارية. والف هنا بكام؟ ادي 4 1 6 علامة 6 6، صح كده؟ بتساوي ألف بكام؟ ادي 10 تلاف جنيه في المعدل 15 على 100 في يه مش عارفها على 360. تعالى نعملها بالآلة. اعمل لي دي كده بالآلة. عملتها بالآلة، اعمل انا معاك اهو. عملتها تطلع لك 4 علامة 1 6 6، وانزل اليه زي ما هي. هتقول لي اليه عاملها ازاي؟ اعتبرها بواحد. 1 على 360 هتطلع معاك 4 علامة 1 6 6. بتساوي 416 علامة 6 6. انا عاوز قيمة يه. انت خدت في ابتدائي واعدادي 5 س بتساوي 10. لو عاوز قيمة س اقسم على معامل س، ده هتروح مع دي هيبقى س بتساوي 2. انا عاوز هنا معامل يه اقسم على معامل يه اللي هي 4 علامة 1 6 6. يبقى انا عاوز قيمة يه اقسم على معامل يه، ده هتروح مع دي. دي على دي على الآلة، يه هتنزل زي ما هي، وهتعمل لي دي على دي بالآلة، هتطلع معاك 100 يوم. واليه دي عبارة عن مدة القرض. يبقى طلعت انا مدة القرض بكام؟ ب100 يوم. اول حاجة جبتها، جبت المطلوب اللي هو كان عاوزه، مدة القرض ب100 يوم، صح كده؟ صح. انا عاوز تاني حاجة، قال لي عاوز تاريخ سداد القرض، والراجل اللي راح حط الفلوس من 15/2 مش عارف هيسددوا امتى. انا جبت المدة كلها بقد ايه؟ ب100 يوم. عاوز اعرف فيهم قد ايه من الشهور. يعني انا كنت في شهر 2، شهر 3، شهر 4، شهر 5 مثلا. عاوز اعرف ال100 يوم دول اقسمهم على عدد الشهور. تعال لشهر 2. الراجل هنا في 2015، سنة 2015 صح؟ ولسه جايبينها في المثال اللي فات اللي هي كانت سنة بسيطة. يعني شهر فبراير 28 يوم. الراجل جاي من 15/2، يعني قعد كام يوم مش عندي؟ قعد 13 يوم، صح كده؟ هتقول لي جت ازاي؟ اقول لك ان الشهر كله فيه 28 يوم، هشيل منهم 15 هتديني 13 يوم. ازود شهر 3 كام يوم؟ 31 يوم. شهر 4 30. انا حاسس كده اللي هي جابت 100 ولا لسه؟ تعالى نجمع 30 و30 60 61 و13 74 يوم. جابت ال100؟ لا ما جابتش ال100 لسه. انا فاضل قد إيه على ال100؟ اقول للآلة 100 ناقص 74 يوم تديني الباقي 26 يوم من شهر 5. يبقى الراجل رجع الفلوس كام؟ 26 كام؟ 5. يبقى تاريخ سداد القرض، هقول له ان التاريخ بيساوي 26/5. تختارها في البابل شيت على طول. في مشكلة في الفصل الأول كده؟ قلت لك أهم التمارين والأفكار اللي بتيجي على الفصل الأول كله. في حاجة اسمها طريقة النمر، ودي مش بتيجي كتير، فمش عاوزك تشغل بالك بيها. أنا عاوزك تشغل بالك باللي أنا شرحته لك ده، وتحل عليه تمارين كتيرة، هي دي اللي بتيجي في الامتحانات. بإذن الله انتظروني في الفيديو التاني، هشرح الفصل التاني، القيمة الحالية والخصم. لو انت مش في جروب الواتساب اللي بينزل عليه الملازم والامتحانات، ابعت لي ادخلك 010 6 9 6 4 6 3 2 9. حسن اشرف. بالتوفيق يا حبايبي.